حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم. لم تكن تعرف منطقة المغراقة وسط قطاع غزة أنها ستكون اسما على مسمى، حيث أغرقت السيول والفيضانات التي ضربت منطقة وادي غزة عشرات المنازل وشردت مئات العائلات الفلسطينية، وذلك بعد قيام إسرائيل بفتح أحد السدود على قطاع غزة دون سابق إنذار. بعتقد أن هناك حالة من ترك المياه تأتي إلى قطاع غزة بدون إشعار الجانب الفلسطيني بهذه الحالة، وهذا أدى إلى ارتفاع غير عادي وغير مسبوق في مياه وادي غزة. ناهيك عن أيضا أن وادي غزة أصبح في غير وضعه الطبيعي. يعني هذه المضخة قيد الإنشاء يعني تقريبا أنشأت، وفي منها أغراض قعدنا 6 شهور ونحن بنستنى فيها تدخل من عند الجانب الإسرائيلي، ولكن بعد ما حطيناها وركبناها بالنسبة للواد طاف عليها وغرق المواد وانحرقت كلها وتقدر على بآلاف الدولارات. في مجرى الوادي كانت تقطن العشرات من العائلات في مساكن متواضعة، وقد ذهبت مع الانجرافات الرملية التي كادت أن تفتك بهم بعد أن هاجمتهم السيول التي يخشون عودتها مرة ثانية. في انخفاض جوي جاي يوم الخميس وفي انخفاض جوي جاي يوم السبت، متوقعين الوادي في أي لحظة ما دام إسرائيل مش معتنية فينا وفتحت السد أول مرة أكيد حتفتح السد ثاني مرة وحتجرف عديد من البيوت، ولازم ناخذ الحيطة والحذر. الفيضان الذي شرد عشرات العائلات وأغرق الكثير من المنازل دفع الحكومة المقالة إلى بدء جهود متواصلة لإنقاذ المواطنين ونقلهم إلى مناطق آمنة خشية من الغرق إلى حين توفير أماكن إيواء عاجلة لهم. بدأنا اليوم صباحا في وزارة الشؤون الاجتماعية العمل على إعداد إحصائيات للمتضررين، وها نحن نبدأ بالقافلة الأولى في إغاثة سريعة وعاجلة نقدمها لشعبنا الذي تضرر من جراء هذا العدوان المستمر علينا من إسرائيل. وبينما يستمر هطول الأمطار على غزة، يتوقع أن تتكرر المأساة التي قد تودي بحياة العشرات في تلك البقعة الجغرافية المنخفضة عن سطح الأرض. كارثة إنسانية يتعرض لها سكان قطاع غزة تضاف إلى سلسلة الجرائم واللامبالاة التي تقوم بها إسرائيل، فمواصلة تدفق المياه إلى وادي غزة يعني أن حياة عشرات المواطنين معرضة للخطر، ولا أحد في هذه المنطقة يعلم ماذا ستحمل الساعات القادمة. حمزة البحيصي، البغدادية.